برطمان المربى بقى غالي جدا، ويا ريته فواكه حقيقية، كله جيلي. بصوا قوام المربى الحقيقية ازاي، كريمي، والطعم خرافي، ملوش علاقة بالمربى الجاهزة نهائي. حاجة كده طعمها حلو، سكرها مظبوط، طعم الفواكه واضح، وبطريقة سهلة وبسيطة، وبالنسبة للجاهزة مش مكلفة. أنا معايا كيلو من الفراولة، أنا مقطعاها حلقات كده، ومعايا كوباية من السكر حوالي 300 جرام. دي فراولة أنا هعملها، هتخلص على طول. لو انت هتعملي منها كميات، هتحطي على كل كيلو فراولة نص كيلو من السكر، تمام؟ بس أنا عاملة المربى دي هتتاكل على طول، فأنا خليه السكر بتاعها مظبوط. هبتدي بقى انزل السكر على الفراولة عشان عايزة الفراولة تنزل ميتها، وهسيبها لمدة نص ساعة بالطريقة دي على جنب كده على رخامة المطبخ. سيبيها نص ساعة، هتلاقيها نزلت ميتها زي ما هوريكي كده. بصوا ميتها اهي. بس كده، احنا مش محتاجين اي حاجة تاني. هحطها في الحلة بتاعتي بالمية بالسكر اللي فيها بكل حاجة، وهرفعها على نار متوسطة، حرارة متوسطة، تمام، لحد ما تاخد غلوة اهي زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هبتدي اشيل الريم اللي بيطلع فوق الوش ده. الريم ده من ايه؟ من السكر، الشوائب بتاعه السكر، مهم جدا في حفظ المربى. انا هسيبها تغلي كده لمده 10 دقايق على درجه حراره متوسطه. لو انت واقفه قصادها خليكي مستمريه في التقليب، ويا ريت تحطيها في حله اكبر من حجمها عشان هي بتفور، فما تغرقلكيش الدنيا. كل ما هتستوي كل ما لونها هيغمق اكتر، وانا هفضل اشيل الريم ده طول ما بيطلع، عشان ده بيخلي عمر المربى اقصر لو انا سبته. بصوا لسه ما استوتش. هعصر عصرة من الليمون، وتقدري في المرحلة دي لو انتي لون الفراولة بتاعتك مش حلو تحطي نقطتين من لون الطعام. بصي انا بعمل اختبار بالمعلقة، بتعملي بصباعك كده عملت علامة، وما قربوش من بعض، شايفة؟ ما قربوش من بعض، ما جريوش على بعض، يبقى كده المربى بتاعتي استوت. هنزلها بقى في بطرمان متعقم، انا معقماه في الفرن، تمام، وهي المربى سخنة، وهقفل عليها عشان قفل الامان، السخونية دي ترجع القفل في مكانه، وهقلبها على وشها. على فكرة البطرمان ده 900 جرام. هتلاقي الامان اللي هو الصوت اللي بيعمل تك 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 في الغطا ده راح. المفروض انا هسمعك صوت البطرمان، المفروض بقى ما اجي افتحه، المفروض يعمل الصوت ده، عشان كده تحفظي الفراولة لمدة اطول لو انت هتخزنيها. بصوا قوامها عامل ازاي، كريمي. وعلى فكرة ممكن تديها ضربة بالهاند بلندر وتبقى كريمي ما فيهاش قطع، بس القطع بتاعت المربى البيتي مش مزعجة زي بتاعت الشركات، بتبقى كريمي وبتتفرد على قطعة العيش بسهولة جدا. شايفين قوامها عامل ازاي؟ وطبعا كل ما كترتي السكر كل ما القوام تقل اكتر. ولو هتقعديها مدة طويلة زي ما قلتلك، كل كيلو من الفواكه بياخد نص كيلو من السكر، عشان السكر ده مادة الحفظ بتاعها. بصوا قوامها ولونها وطعمها، مفيش كده.